أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن الرحمة. الرحمة بين الناس. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا تأملنا الحديث لوجدنا أن تحقيق الكمال الإيماني في النفس يتطلب سمو ورفعة في الأخلاق مع الغير ورحمة بين الناس، تغاضى عن المسيء وكفر اليتيم في بهجة وسلامة في القلب. حرص الإسلام بتعامله على تنظيم علاقة الناس بربهم تبارك وتعالى. الرحمة ثمرة، فلنعمل على ازدهارها في قلب المؤمن. دمتم بخير وإلى لقاء آخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل به فيفرض عليهم. أكمل الحديث.